عندهم تجار فلوس حرفيا. في ضابط شرطه جالنا دلوقتي ووقفنا فهي قلقانه، خلينا نسالها بتقبض قد ايه. انا بقيت مليونير تعبت بجد. صباح الفل عليكم، احنا في اندونيسيا في جاكرتا. وده الفطار الرسمي بتاعهم التشيكن سوب. يا راجل ده غدا مش فطار. بون ابيتي. اوه والله رهيب يا جماعه، ميكس فظيع. انا شايف ناس بتطلبه بالرز كمان. خليني اقول لكم اسم الطبق ده ايه. ثانيه واحده. سوتولا مونجا. Yes, 15. هذا الطبق احبابي في الله كلفنا 15000، دفعتهم له كده بدون اي تردد. السؤال بقى لجمال المليونير، هل بعد الاكل لما تعوز تشرب بتشرب ميه زينا كده؟ ب 5000. مش عايزكم تتخضوا، ايوه ده انا. ايه يعني 5000 في ازازه ميه؟ العملة هنا يا جماعة هي الروبية الاندونيسي، وب 100 دولار تقدر تجيب 1.5 مليون. عشان كده ممكن أي حد يبقى مليونير، فاللي احنا صرفناه على الأكل والمية ما يساويش $1.5 دولار أصلا. جاكرتا معروف عنها إنها زحمة جدا، ففي هنا مواصلة روشة أوي وهي الموتوسيكل ده. وفي بقى تطبيقات كتير جدا ممكن تطلبها بيها وكمان رخيص. المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها كوتا، وموجود فيها أكبر ماركت موجود في جاكرتا كلها. رهيب. أنا بقالي ساعتين ماشي ما بيخلصش. احنا عندنا سوق شبه في مصر اسمه العتبة، بس في حاجة بقى مميزة قوي عن السوق ده، عندهم تجار فلوس حرفيا. ناس كتير قاعدة زي اللي ورايا دي بفلوس كده فكة. يعني انت لو عايز تغير دولار، يعني دي الرابطة دي بمليون، دي ب100,000، ودي 5000 5 مليون. الأطفال هنا من سن 5 سنين أو أقل كمان يلبسوهم حجاب وخمار، شكلهم لطيف أوي. شايفين المبنى اللي هناك ده؟ المبنى ده بيعبر عن شجاعة وقوة الشعب مع الشعلة المضيئة اللي فوق دي. أنا بقول أي كلام الصراحة يا جماعة، ما أعرفش عنه أي حاجة. أنا جاي المسافة دي كلها عشان أشوفه، وفي الآخر طلع قافل، وعشان هو أشهر مبنى موجود هنا في المدينة. يلا بينا. خليني اقول لك حاجه لطيفه عن الشعب هنا. ده يا جماعه رز وبيض، تمام، واحنا فطرانين فراخ. وده الجديد هنا بقى، انك تفطر فراخ وتتغدى رز وبيض. بيقدموا على طول هما الشيبس ده نايس، بيقول لك معمول من فاكهه معينه، يعني ما اعرفش ايه هي. جاءت لحظه الحسم. خليني بقى اوريكم العمله بتاعتهم. دي ورقه ب 10000، شايفين كام صفر؟ ودي 5000. متخيل ده 500. ال 100000 هي أكبر ورقة شفتها، لونها أحمر كده، ورقة واحدة ب 100000. مساء الخير، عاملين ايه؟ جينا اليوم التالت.
ان كان جايين النهارده نشوف نايت ماركت مشهور قوي موجود هنا في جاكرتا لوكال، بس مش جايين النهارده لوحدنا، جايين مع حد انتوا تعرفوه كويس. اديندا. فاكرينها اول يوم في جاكرتا هنا هي اللي استقبلتنا. وبمناسبة بقى اللي احنا بنتكلم على الفلوس، خلينا نسألها بتقبض قد ايه؟ So Adinda, how much your salary? Like My salary is about 5 million rupiah per month. per month. Yes. So you earn like 5 million, you're millionaire. بتقبض 5 مليون يا جماعة. 5 مليون. Can you adopt me? Yes, sure. خلاص هتتبناني. لسه واصلين اهو، ده البازار اهو. What is the name of this bazaar? It's named Pasar Kue Subusenet. What? It's long. It's not in Bahasa. هي دلوقتي قعدت تقوله مرتين ثلاثة مش فاكراه أصلا، اسمه صعب. It's hard name so it's okay. شايفين؟ والبازار مش بتاع سياح، تقريبا أول سائح في التاريخ يوصل المكان ده. So basically, this market we will find most of our snacks, like traditional snacks, like lemper or quesus or Indonesian snacks. You can find it in here. يعني هو باختصار ماركت للسناكس بس، يعني هو مش معمول لأي حاجة تانية، بس للسناكس. كلها حاجات مسكرة. الشعب الإندونيسي بيعشق حاجة اسمها سكر يا جماعة، بيحط سكر في أي حاجة، في الرز، في الفراخ، في اللحمة، أي حاجة سكر. هنجرب دي براون شوجر وكوكونات. Yes, brown sugar and coconut. سكر بني مع كوكونات. ده شكلها يا جماعة تتفتح كده. في ضابط شرطة جالنا دلوقتي ووقفنا فهي قلقانة. بس أنا قلت لها ما تقلقيش. وصدقتني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بص قالت لي دي كويسه قوي، معموله من الرز الاسود. شايفين ده؟ بقى ده. تعرفوا حاجه زي كده يا جماعه؟ رز اسود. حد شاف رز اسود في حياته؟ انا شفت، فنجربه اهو. What's this? It's really good. Is this rice? Yes. Black stick rice. Yes. What? جينا سوق خضار، هي عايزه تشتري حبه خضار لبكره. كيلو بوتيتو like 15,000. 13,000. 13,000. Yes. That's so rich. Like you pay 13,000 for 1 kilo. اشترينا البطاطس، هنشتري الطماطم. Duit saya 1.000, maaf ya Pak. Duit saya 1.000. وده السير اللي هننام عليه النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك، كومنت، سبسكرايب. اشوفكم في فلوج تاني. سلام.